صراحة اليوم خصنا نهنيو المواطن المغربي والوجدي خاصة، لأن الجهوية الموسعة اللي منح لها الدستور صلاحيات واسعة. اليوم الأمور بين يدنا، ما غاديش نقولوا لنا جميع المقومات باش تكون عندنا جهة قوية، جهة اقتصادية في المستوى. اليوم كل شيء الأمور بيدنا، يجب اليد في اليد، وتكون طاقة، تكون كفاءات اللي غادي تسير البلاد، ويكون شوية تاع الروح، يكون صدق في العمل، وان شاء الله غادي نمشيو بعيد. لان غادي يكون عندنا واحد الميناء متوسطي ضخم، كاين غادي يكون عندنا دي زون لوجيستيك في التوريث، مرورا بالدريوش اللي غادي تستافد بهذا الشيء هذا. يعني هذا غادي يكون عنده واحد، غادي يكون ان شاء الله واحد الصدى جد طيب. الناس تاع بوعرفه وفيكيك ما غاديش نساوهم، لان هما كيعانيو، ولا سيما المشكل ديال الماء والعلف، لانها منطقه معروفه بالانتاج ديال اللحوم الحمراء. هذا ندعي من هذا المنبر هذا الناس نتاع المنطقه من بوعرفه والناس تاع فواكيك يجيو يستثمروا في بلادهم. شحال الناس كيوجدوا في هذا الشيء ديال القطع ديال الغلم ديالو، كيكبروا كذا في التالي كيصيفطوا بالكاميونات هكذا. لهذا ندعيهم باش يجيو يديروا مجازر يعني تكون متطوره، لما لا للتصدير، باش يستافدوا تما ونقدروا نخدموا اليد العامله. مرورا بمدينه جراده اللي اليوم نطالبوا، ماشي نطالبوا، غادي نخدموا على فتح المناجم اللي تسدت، لان هذا هو الحل الوحيد باش نخدموا هذوك الناس.